نحن لا نخجل من الاعتذار. نفس الوقفة، نفس الناس اللي ورا الكاميرا، نفس الخلفية البيضاء، حتى نفس الكاميرا، بس لازم في سيزون 2 يكون في حاجة جديدة. يلا نشوف ايه الجديد. بما ان حضرتك ضيف يا دكتور، اتفضل حضرتك اول ضيف. حاضر. حضرتك بدأت بعسكري، ما بدأتش بحد من الحرس الحديدي. بحركة أكثر عنفا؟ لا، ومش من الصف بتاع الحرس الحديدي. لا بالظبط. أنا علاقتي بالحرس الحديدي دايما متوترة شوية. الحرس الحديدي بيعمل مشاكل كتيرة في المكان اللي موجود فيه، حزب سياسي، جماعة، دولة. الحرس الحديدي دايما اللي ورا دول بيبقوا عاملين مشكلة، لأن هم دايما أو في كتير من الأحيان بيرفضوا التغيير ويبقى انفتاحهم على أفكار جديدة وعلى طريقة جديدة في إدارة المسألة اللي هم المفروض يديروها. انفتاحهم على طرق جديدة بيكون دايما محدود، وبالتالي مهم قوي ان يكون في دايما تجديد دماء في الحرس الحديدي ده، او ان تكون صلاحياتهم ما هياش صلاحيات مطلقه عشان ما يعرفوش يعملوا كل اللي هم عايزينه بنفس الطريقه اللي بيعملوه بيها طول الوقت. سواء في الاسلام السياسي او في الاحزاب المدنيه مهم قوي ان يحصل التبديل ده، ان الحركه نفسها تخلي العساكر يبتدوا يرجعوا او يطلعوا بقى بالمعنى معين ان هم يطلعوا ياخدوا الاماكن يترقى بعد ما العسكري بيوصل للاخر بيترقى. والترقيه في السياسه معناها ان يكون عندك حياه سياسيه فيها تفاعلات كتيره. الكوادر بتتبني في انتخابات، بتتبني في نشاط تنظيمي، في نشاط جماهيري، ويحصل تجديد الدم اللي غاب عن مصر كل الفتره اللي فاتت لان الامور كانت مسيطر عليها من فوق. كنا بنتكلم في ايه؟ انا ركزت في الشطرنج زي ما انا كمان ركزت. ايه الموضوع؟ كنا بنتكلم في خطوات بقى، يعني خطوات عمليه. يعني الصوره بتاعت العسكري اللي ماشي لوحده. انا شايف ده دكتور عمرو حمزاوي، وشايف هنا حزب الوفد، وشايف هنا الدكتور محمد البرادعي، وشايف انا عايز القوه المدنيه تبقى كلاستر، تجمع واحد قدام القوه الدينيه. السياسه ما فيهاش كلاسترنج قوي يا عمرو. يعني انا ممكن اقعد على الورق كده او زي دور الشطرنج ده وابتدي اعمل جروبينج لمجموعه هنا وشويه هنا وشويه، وتبقى المشهد كانك انت رايح على يسموه ايه، ساحه معركه متوازنه. السياسه عمرها ما بتكون كده. لازم يكون رهانك اللي انت على قد الاختلاف اللي موجود اللي انت قد تجد ما يخدم مبادئك وما يخدم افكارك واهدافك. ما اقدرش استبعدهم ولا اقصيهم ولا اقول ان انا داخل معاهم في حرب تكسير عظام، ده مش جوهر الديمقراطيه. اوكي. لازم ابحث عن المساحات المشتركه كمان على صعوبتها. كومن جراوند. وانا تعبت جدا في الموضوع دوت، وما وصلتش دايما لكومن جراوند سواء في مجلس الشعب او بعده او قبله، لكن السعي الكومن جراوند لارضيه مشتركه لازم يكون موجود، لان هو لا هيعرف يلغيني ولا انا هعرف الغيه، والسياسه المفروض ما تاخدش الشكل ده. فهي مساله مش كلاسترنج ضد خالص، انما ان الحياه السياسيه والمشهد الحزبي والسياسي لما ينضج يبقى في كيانات اقل، ما بقاش فيه اللي احنا بنسميه ظاهره التشظي الحزبي، ان كل شويه عاملين واحد هنا واحد هنا، ما ينفعش. يحصل التحالف، الاندماج، التكتل، الائتلاف بصرف النظر عن اليافطه، ويكون الهدف صندوق انتخابات اكثر تنافسيه. ده واحد. اتنين، القواسم المشتركه دي للوطن كله لازم ادور عليها. انا لا هقدر الغيه ولا هو يقدر يلغيه، انا مختلف معاه، انا ممكن يكون في نقاط التقاء في الحريات السياسيه، لكن في مشاكل في الحريات الشخصيه والحريات العامه والحريات الثقافيه وحريه الابداع وكده. انا اظهر الاختلاف ده للناس بصوره منظمه. البرنامج مره كمان عشان شغلي مش ان انا اتخانق معاه، بس ان انا اسعى لاقناعك انت ليه تديني صوتك، ما تديلوش هو. شايف ان الاربع سنين اللي جايين دول للدكتور مرسي هيكون فيهم تغيرات جذريه؟ المواطن المصري هيشوف حاجه مختلفه في حياته وهيشوف تحسن في اوضاعه المعيشيه، ولا الكلام ده محتاج مثلا فترتين رئاسيتين؟ لا لازم يكون في سعي ان يبقى في تحول حقيقي وانجاز حقيقي، حتى انجازات صغيره في قطاعات كثيره تمس حياه الناس. يعني مثلا طوابير العيش، طوابير انابيب البوتاجاز، في حاجات اسمها الاميه ومكافحتها، في حاجه اسمها نظام التعليم مش ماشي، في حاجه اسمها التامين الصحي والرعايه الصحيه اللي هي كارثه كبيره بالنسبه للمصريين. انا محتاج هنا انجازات كتيره صغيره في قطاعات كتيره. لازم يتنقل للمواطن الثقه في ان السياسه والسياسي اللي هو رايح ينتخبه سواء تنفيذي او تشريعي بيعمل له حاجه عشان خاطره. المفتاح هنا ان يكون في حاجتين: رؤيه متماسكه عند اللي بيحكم
بجد، بادوات، بسياسه، بتشريع، بممارسات، باجراءات، ويكون في حوار مجتمعي حقيقي. لا مصر ولا اي بلد تاني في الدنيا يقدر يدير شؤونها فصيل واحد بس، ده تصور وهمي. حصل هجوم شخصي على حضرتك وهجوم شخصي على القوى الغير اسلاميه، منها صورة منتشرة مؤخرا حضرتك بتغني في كنيسة مع فرقة بتاعت كنيسة أو كده، حضرتك شايف الهجوم الشخصي ده كلام ده كلام فارغ. أولا ده ما كانش في كنيسة، ده كان في أوتيل في مصر الجديدة. أوكي. أنا حبيت بس أوضح حقيقة الصورة دي. لا كويس أنت تقول. أنا ما شفتش الصورة في الحقيقة يعني، لا منتشرة جدا، افتح الفيسبوك هتلاقيها. لا أنا ما بهتمش بالحاجات دي، لأن أنا عندي شغل أعمله. الحاجات ديت امور خاصه لا علاقه لها بالسياسه. بالزبط. بس انا عشان التوضيح، عشان التوضيح، انا ده كان في اوتيل في حفله من حفلات راس السنه، وانا كنت بغني في كورال بالعربي وبغني بلغات تانية، ووقتها كانوا بيغنوا اغنيه بالالماني وما كانوش بيغنوها، ما كانوش لاقيين حد يغنيها، فقلت انا اغنيها معاكم. دي مساله ملهاش علاقه خالص بالكلام ده كلام فارغ ملوش اي دعوه. دي دوائر من هما بيطلعوا على القنوات اللي انت عارفها، يطلعوا ويقعدوا يقولوا كلام الواحد يعني يعف اللسان. حضرتك ما بتطلعش ليه على القنوات دي؟ لا بص انا يعني مثلا لما حد يكون بيهاجمني انا بيرسونلي، انا عمرو يعني، لو حد بيهاجمني اطلع معاه، لان انت بتنسحب على ارض غير الارض بتاعتك. انا الارض بتاعتي انا عندي مشروع سياسي في التشريع والرقابه. اي امور تانية لو انا حابب اتكلم فيها اتكلم فيها، انما مش ابدا هخرج من اللي انا بدافع عنه عشان انسحب على ناس لا هم يفهموا حريه ولا ايه، ولا يفهموا تعبير عن الراي معناه ايه، وما بيعرفوش حاجه غير لغه مسفه جدا في الكلام على من يختلفون معاه. خليهم دول هيبقوا في الاخر زي القوى اليمين العنصري في فرنسا ولا في المانيا ولا في امريكا، حاجات كده. دي ظواهر مؤقته هتعدي، لان ما فيش خير منها الناس، والناس هتصحى وتكتشف قد ايه التزييف اللي كان حاصل. انا متفائل لسببين. السبب الاولاني ان في طاقه ايجابيه في مجتمعنا بتوريني نور بكره رغم كل الصعوبات اللي احنا فيها، رغم كلام كتير صعب، رغم تطورات كتيره ما هياش كامله، رغم احتجاجات موجوده في كل مكان، انما انا شايف نور لبكره مرتبط بالطاقه الايجابيه عندنا في المجتمع. الحاجة التانية، أنا عندي ثقة كبيرة إن مصر فيها حاجة اسمها الضمير الجماعي للمصريات والمصريين، وإن ضميرنا الجماعي رغم كل الفترات الصعبة اللي مرت علينا في تاريخنا ضمير جماعي متسامح متعايش، بيبحث عن الحرية، متصالح مع الدين، يرفض الإتجار بالدين في السياسة، بيحب الآخر الديني والثقافي وما بيميزش ضده ولا بيهمشه، وإن الضمير الجماعي دوت المخزون الحضاري ده للمصريين بيطلع ولسه هيطلع تاني. طلع بصورة بديعة في ال 18 يوم 18 يوم الثورة، هيرجع يطلع تاني بالتأكيد، فده نور بكرة. العفو. العفو. هو لو احنا كنا كملنا الدور، لو انا عندي وقت كنت كملته. لا كنت هتكسب شكلك كده، كنت هتكسب. فلا مش شرط، كان لسه. طيب ميرسي جدا جدا. ميرسي جدا يا دكتور. العفو، ميرسي يا عمرو.